القصة دي مش جريمة خيانة، دي فيلم كامل مليان أحداث ودهشة وصدمة، كلها حصلت في قلب سيدي بشر في الإسكندرية. البطلة، أو خليني نقول المجرمة، دي اسمها زرية، ست غنية، شكلها حلو، سنها حوالي 39 سنة، مهتمية بنفسها على الآخر، معاها عربية آخر موديل، وفلوس في البنك بتدخلها دخل ثابت كل شهر، يعني عايشة ملكة. أما أسامة، ده شاب مصري بسيط، عنده 30 سنة، اتربى على الكفاح واشتغل في أكتر من شغلانة علشان يعيش لحد ما استقر كمحاسب في محل أجهزة كهربائية. صاحب المحل شافه ملتزم وبيفهم في الفلوس، قال له: أنا هجوزك أختي ذرية. طبعا أسامة مصدقش نفسه، جوازه من ست غنية وبيت جاهز وحياة مرتاحة. لكن كان في حاجة، ذرية دي ما كانتش أول مرة تتجوز، لا يا باشا، دي كان جوازها الرابع. 3 جوازات قبل كده فشلوا، والناس في المنطقة بتتكلم عنها كتير. الجوازة دي كانت فرصة لذرية علشان تسكت الناس، وفرصة لأسامة علشان يعيش حياة مستريحة. اتجوزوا وعاشوا في شقتها. العلاقة بينهم كانت باردة شوية، لكن أسامة حط كل حبه في بنات ذرية من جوازها القديم، كان بيهتم بيهم كأنهم ولاده. سنتين عدوا، ودي كانت أطول جوازة في حياة ذرية. لكن مع الوقت وش الخير بدأ يبان على أسامة في شغله، وهي رجعت تاني لعادتها القديمة، خروج وسهر لحد الفجر، صحاب وقعدات وحفلات، وبقيت تهمل البيت والبنات، وأسامة لاهي في شغله من الصبح لغاية الليل. في يوم حصلت حاجة غيرت الدنيا كلها. ذرية عملت حادثة بالعربية، خبطت جامد واتنقلت للمستشفى. اخواتها جم جري بسرعة، ولما اطمنوا عليها قالوا: انت لازم نجيب لك سواق، ومن هنا ورايح مش هتسوقي بنفسك تاني. وفعلا جابوا لها شاب صغير اسمه فارس، في العشرينات، جسمه رياضي، شعره متظبط، وعيونه تخليك تحس انه ممثل. في الأول ذرية كانت شايفاه غريب، مش مرتاحاله، لكن مع الوقت بقى جزء من حياتها اليومية، بيوديها ويجيبها ويسهرها، وبالأخص ما كانش بينقل ولا كلمة واحدة لإخواتها، وده اللي هي كانت عايزاه. رجعت الذرية للسهر والخروج، وفارس بقى معاها في كل مشوار لحد ما وجوده في البيت بقى طبيعي. في ليلة أسامة رجع بدري من الشغل عشان كان تعبان، فتح الباب لقي ذرية وفارس قاعدين في الصالة بيتكلموا. هو استغرب بس مقالش حاجة وسابهم ودخل أوضته. تاني يوم الفجر أسامة صحي تعبان، راح أوضة الذرية يطلب منها توديه المستشفى. ليه صوتها عالي بتضحك في التليفون. قال لها: تعالي معايا أنا مش قادر. وقالت له وهي بترد بكل برود: أنا مكسلة، روح لوحدك. هو اتصدم وراح المستشفى فعلا لوحده، وهو جوه قلبه إحساس إنه جوازه منها كان أكبر غلطة في حياته. الأيام بعدها أسامة بدأ يلاحظ حاجات غريبة. البنات مش في البيت، والخدامة بتاخد أجازات كتير، وفارس ما بيظهرش إلا في أوقات معينة. في يوم شاف فارس خارج من العمارة وراكب تاكسي، مع إنه المفروض يكون شغال عند مراته. سألها قالت: ده أنا مشفتوش بقالي يومين. هنا الشك وتأكد كمان، راح كلم صاحبه كريم وقال له: أنا عايزك تراقب لي مراتي، حاسس إنها بتعمل حاجة غلط. كريم عمل اللي قال له أسامة عليه، وبعد أيام رجع وقال: أيوة، أنا شفت بعيني فارس بيجي كل يوم ويخرج قبل ما أنت تيجي بشوية. أسامة ما وقعش من المفاجأة، كان متوقع. قال لصاحبه: أول ما تشوفه دخل البيت كلمني على طول. وفعلا تاني يوم كريم كلمه وقال له: فارس عندها دلوقتي. أسامة ساب شغله وجري على البيت، فتح الباب وسمع ضحك وصوت جاي من أوضة النوم، ودخل لقاهم سوا. هجم على فارس، لكن فارس كان أقوى، ومع مساعدة الذرية سيطروا عليه. الذرية قامت لبست هدومها وخلعته هدومه، وخرجت تصرخ للجيران: الحقوني، ده أنا رجعت لقيته مع السواق. الجيران اتصدموا، واخواتها جم جري، صدقوا كلامها
خصوصا ان فارس ما تكلمش ولا دافع عن نفسه. اخواتها مسكوا اسامة وضربوه واجبروه يوقع على ورقة بيضة وحبسوه في مخزن اسبوع كامل علشان يتأدب. لما خرج كان متحطم نفسيا وجسديا. راح لصاحبه كريم وقعد عنده. بعد يومين كريم قال له هما بيتقابلوا في شقة فارس والعنوان اهو. أسامة اشترى سكينة وصاع كهربائي وراح هناك واستنى فارس، وأول ما وصل صعقه وربطه وأمره يتصل بذرية ويقول لها تيجي فورا. وهنا المكالمة خلصت وأسامة خلص على فارس. بعدها بدقايق ذرية دخلت الشقة، شافت فارس غرقان في بركة حمراء. قبل ما تلحق تصرخ أسامة مسكها وعمل فيها زي اللي عمله في عشقها. خلص عليهم هما الاتنين وخد تليفوناتهم ونزل سلم نفسه للشرطة. اعترف بكل حاجة والتحقيقات أثبتت العلاقة من الرسائل والمكالمات والصور. المحكمة أخدت في اعتبارها كل التفاصيل والأدلة اللي أسامة قدمها، خصوصا تسجيلات التليفونات اللي كانت أكبر دليل على خيانة ذرية. وبالفعل القاضي أصدر حكم على أسامة بالسجن. وفي النهاية كانت القصة دي درس لكل واحد سمعها، درس عن الخيانة اللي ممكن تقتل حاجة جميلة، وعن الغضب اللي ممكن يخلي الإنسان يعمل حاجات ما تخطرش على باله، وعن العدالة اللي مهما كانت بطيئة لازم تاخد مجراها. أما أسامة فكمل حياته وهو بيحاول ينسى اللي حصل، وبيستنى اليوم اللي يخرج فيه ويشوف الحياة بشكل تاني خالص.